السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة لقمة ولمة، معاكم أم محمود أبو العلا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض اللحمة المسلوقة بطريقة سهلة، والمتفرزة كمان في الفريزر. هنطلعها من الفريزر ونعملها مع بعض عشان أوريكي تعمليها إزاي، ما تغيرش لون الشوربة وتطلع أكنك انت لسه جايباها فريش. المية تكون مغلية زي ما انت شايفاها معايا. بتطلعي اللحمة متجمدة من الفريزر، تروحي سقطاها في المية وهي بتغلي، ما تركنهاش بره شويه لما تفك علشان تطلع الشوربه جميله. لو طلع ريم على وشها اللي هو الابيض البسيط ده، بتلميه بالمعلقه. بتخرطي بصلايه تنزلي عليها بيها مع البهارات، مع الملح، مع الفلفل الاسمر. تحطيهم عليها. خلاص كده اللحمه انت بتسيبيها لحد لما تستوي، ما بتعمليش فيها حاجه تاني خالص. دي اللحمه اللي هي طالعه من الفريزر ومتفرزه. بتغطي طبعا عليها وتسيبيها تغلي شويه، وبعد كده بتوطي النار لحد لما تستوي. لو انت جايبه بقى لحمه فريش ولسه جايباها قطعها من عند الجزار، اول حاجه نوع اللحمه لازم يكون صغير. وش الفخده او لزقه اللوح او الريشه، دول الثلاث انواع اللي انت بتقطعي منهم اللحمه اللي هتسلقيها. فريش بقى بتحطيها في الحله وتحطي معلقه دهن عليها او معلقه سمنه، وبتشوحيها بالملح والفلفل الاسمر برضو والبهارات السبعه. وبتدنك تشوحيها لغايه لما بتنشف معاكي في الحله، بتنزلي عليها بميه مغليه من الكتل وتسيبيها برضو لحد ما تستوي. هي دي النوعين بتوع اللحمه اللي بنسلقها. انا الفيديو الجاي ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيه اللحمه اللي هي جايه الفريش اللي لسه جايه من عند الجزار. ما تنسوش تقولوا لي انتوا بتتابعوني من اي بلد، والكومنت الجميل اللي انتوا بتبعتوه لي مع الاشتراك وتفعيل الجرس. وكده اللحمه استوت، وجايبه لكم ليمون عشان تعصروه على الشوربه. وبالهنا والشفا من قناة لقمة ولمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.